الناس بقى اللي كانت مهتمه بالباجي السيجواي الوحش زي ما بيقولوا. يلا عمرو بقى، انا عايز اتكلم بقى. عمرو بقى، يلا عمرو بقى، يلا عمرو بقى، يلا. تمام كده يا عم عمرو، عايزين نتكلم بقى على الباجي السيجواي. طبعا الصوت ده ما استغربوش، لان هنا في سنسور تحت الكرسي. اول ما بتقوم من على البيتش باجي او الاي تي في بيديك الارم كده ان انت دلوقتي مش قاعد عليه. الناس اللي كانت بتسالنا على الموديل ده، هو اسمه سنولر 500 سي سي من شركه سيجواي، ووكيل الرسمي ليه في مصر هو شركه تيرم. احنا عارفين جدا شركه تيرم ان هي بتنزل لنا الكواليتي العاليه، ودي الحاجه اللي احنا مستنيينها من شركه سيجواي. طبعا زي ما انتم شايفين كده، حجم البيتش باجي كاد يكون ان هو حجمه زي الهوندا ال 420 سي سي، مع الراكات طبعا اللي قدام والراكات الخلفيه والمسند الظهري مديله حجم كبير جدا. البيتش باجي ده فيه اوبشنز ان هو 4x4 و4x2 عن طريق الزراير دي. بزرار واحد اخليه يتحكم على الجزء الامامي او على الجزء الخلفي او على الاربع عجلات، ودي حاجه اوبشن لان احنا دلوقتي برضه في 2024، فانت يعتبر انت في تكنولوجي اكتر بكتير من ان انت بتركب باجي موتور وشاسيه فقط. تعال اقول لك ان الوحش اللي قدامنا ده نازل 500 سي سي، 500 سي سي، وشكله يرعب لان هو نازل ينافس الفئه بتاعه الهوندا ال 420. فالوش بتاعه اول حاجه اللون بتاعه ده اللون اللي هو بتاع زي الايه الحاجات الارمي بتاعه الجيش. وهنا عندنا الفوانيس LED باربع مستويات اضاءه، تقدر ان انت كمان تتحكم فيهم، تقدر تتحكم في قوه الاضاءه. طيب عندنا الكاوتش الجنوط اللي قدام واللي ورا 12، وزي ما انت شايف الكاوتش بتاعها اوف رود. ولكن خليني اقول لك مفاجاه، ان انت تقدر تتحكم برضو من جوه في الباجي ان انت تخليه الباجي يمشي كاوف رود ولا اون رود. مش عايز بقى انسى المعلومه المهمه جدا، اللي الواير اللي قدامنا ده او الونش ده الكتريك، تقدر تسحب بيه لحد نص طن. ركز في الكلمه دي، تسحب لحد نص طن. طبعا هنا تحت الشبكه الاماميه اللي قدامنا دي هنلاقي ريداتير الميه، لان هو واحد سلندر تبريد ميه بيطلع 39 هورس باور. مش بس كده كمان، ده التسارع بتاعه من 0 ل 60 في 4 ثواني ونص. وخليني بقى اقول لك ان كمان مساحه تخزين التانك 19 لتر، وده كويس جدا. مع ذلك الموديل الثاني ال 600 سي سي بينزل 23 لتر، ودي حاجه كويسه جدا. هنا هتلاقي حاطط لك فوق الوش زي راك، يعني حبيت تحط عليه حاجه، حبيت تحط عليه شنط، في الاول في الاخر هو بيدي حجم اكبر للبيتش باجي. هنلاقي عندنا الشاشه نازله ديجيتال، وهنا عندنا الستارت زي ما انتم شايفين بتدوس عليه كده هنا، وهنا عندك ده الكلاكس وعندك ويتنج. بص يا عمرو برضو في مساحه تخزين كويسه والكتالوج وشنطه العده. هتيجي هنا يا عمرو من ورا هنلاقي هنا برضو عامل لك مقطوره عشان لو عايز تسحب بيها اي حاجه، وكمان هنا عامل لك زي درج تقدر تفتحه تحط فيه الكتالوج والحاجه كلها. وهنا عامل لك فيشه تقدر لو انت هتحط مقطوره او اي حاجه توصل هنا، بحيث ان الدنيا تبقى ورا منوره. لو المقطوره اللي انت هتحطها توصل كهرباء على طول من هنا. المساعدين هيدروليك وعلى كاتينا. وزي ما انت شايف هنا عندك برضو 2 شاحن USB ودرج زياده كتخزين، ترفعه كده تحط اللي انت عايزه برضو هنا. طبعا بالنسبه للقعده تكفي شخصين مرتاحين جدا، ولو حابب كمان تحط البوكس الخلفي يبقى 100 100. الوش بتاعه من قدام زي ما انتم شايفين كده. طبعا الكلام ده عمرو مش هيبان غير بالليل، هتلاقي هنا الاضاءه كلها LED. طبعا الوش بتاع الباجي نفسه شرس جدا. من الحاجات المميزات في البيتش باجي ده ان هو طبعا انجكشن، وتقدر تخليه على كذا مود. وهنا عندك في دراع الحركه كل المودز بتاعته، الاتش والان والار والبي. اللي ما يعرفش شركه سيجواي، فهي شركه اصلا بتصنع في امريكا، ولكن الكنترولات بتاعتها بوش، والسي في تي في كندا. فاصبح ان السيجواي ده تشكيله قويه جدا. احنا بنتكلم على ان الاول الديزاين والشركه نفسها امريكا، كنترولات بتاعتها بوش، واحنا عارفين بوش من الماركات القويه جدا الماني. وطبعا السي في تي وهي الات الجر السي في تي كندي، ولكن كل دول بيتجمعوا في خطوط صينيه. النهارده البيتش باجي ده هيحسسك برفاهيه جامده جدا، ان انت تقدر تربط التليفون بيه موبايل ابلكيشن، تقدر تتحكم منه في كل حاجه. بص يا عمرو، انا عايزك تركز معايا. مبدئيا انا عايزك تنزل ابلكيشن اسمه سيجواي باور سبورتس. الابلكيشن ده ايه فايدته؟ هقول لك دلوقتي. احنا هنربطه، هنعمل كونكت ما بين التليفون وما بين الباجي اللي ورايا ده، هتحكم فيه درجه خفيه الجدول. هتخش بقى على الابلكيشن هنا، هتعمل اد، خلاص هتبدا تعمل سكان للكود اللي هنا، وتبدا تتحكم في كل حاجه انت عايزها بالنسبه للاضاءه او بالنسبه لكمان الدركسيون. الموديل ال 600 سي تقدر كمان ان انت تتحكم فيه في التدوير بتاعه. مين بقى الناس اللي هتدور عليه او هتبقى حابه ان هي تمتلك السيجواي؟ دايما الناس اللي عندها كومباوندز، قاعده في كومباوندز، قاعده في الساحل، ده هيبقى ليهم جدا. تاني حاجه كبيتش باجي تقدر تتحرك بيه في كل الاماكن، لان هو بيرخص عادي جدا. كنت عايز برضه عمرو انت تقول السن اللي هيبقى راكبه من اول كام؟ طبعا
لازم اللي يسوق البيتش باجي ده يبقى من اول 18 سنه. محدش يستقل بالموضوع ويقول لك لا انا ابني بيعرف يسوق الكلام ده كله. حافظوا عليهم. في الاول في الاخر احنا هنقول ان هو لازم يبقى من اول 18 سنه. وعايز برضو تقولوا لي ايه رايكم في البيتش باجي عموما او الاي تي في كنسخه نازله 500 سي سي. طبعا سعر الباجي ده وقت رفع الفيديو هو سعره 475 الف جنيه. وبالنسبه بقى للباجي ده فده الموديل الصغير اللي هو ال 500 سي، في اخوه الكبير 600 سي سي. فلو حابب برضو تتفرج عليه ما تستناش في اللايك والكومنتات عشان دايما نفضل ايه مكملين مع بعض. سلام.